السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم يا حلوين؟ شو أخباركم؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وعافية. اليوم وصفتنا كتير سهلة وبسيطة ولذيذة جدا، يعني رغم مكوناتها البسيطة وما بتاخد وقت أبدا معنا، اللي هي صدر دجاج بالسبانخ والكريمة. عندي نص كيلو من الدجاج. طبعا أنا عندي قطعة دجاج كانت سميكة، فأنا قسمتهم من النص تمام بالطريقة اللي انتم شايفينها، وتبلتهم بالملح والفلفل الأسود بس، ما حطيت أي بهارات تانية. جبت قدر على النار، سخنت فيها ملعقة من السمنة، انتو بتختاروا المادة الدهنية اللي بتعجبكم، وبقلبها بالطريقة اللي انتو شايفينها على كل وجه 5 دقايق لحتى تاخد اللون اللي انتو شايفينه. بعد هيك، بعد ما ناخد اللون اللي احنا حابينه، بنشيله من القدر تمام، وبنحط في نفس الطاسة بنحط ملعقة معجون من الثوم والزنجبيل مع بصلة صغيرة مقطعة شرايح، وبقعد أقلب فيهم لحتى يدبلوا معي والثوم يبلش ياخد لون تمام. بنقطع سبانخ تمام، وبنحطها على البصل والثوم، وبنتركها ل5 دقايق او لحتى تنزل كل ميتها بالطريقة اللي انتو شايفينها، ويكون قوامها هيك. بننزل تقريبا كوب ونص من كريمة الطبخ مع نص كوب مية تمام، وبنقلبهم مع بعض. مجرد ما تبلش تسخن من الجوانب تمام، بنعطيها تقليبة، وبعد هيك بننزل صدر الدجاج اللي احنا حمرناه لحتى يكمل طبخ تمام يا صبايا. تاخد يعني رح نكشف عليها بعد 15 دقيقة تمام بالطريقة اللي انتم شايفينها. رح نغطيها وهيك بعد 15 دقيقة. بهاي الأثناء احنا بندوق الطبخة، إذا محتاجة ملح محتاجة فلفل بنزيدها، ولكن السبانخ عنا مالح، والكريمة أخذت من ملح والفلفل الأسود تبع صدر الدجاج. هنا حطيت تقريبا كوب ونص من جبنة الموزاريلا، بإمكانك تحطي برميزان، وبتغطيها كمان 5 دقائق لحتى تذوب الجبنة وتتجانس مع الوصفة تمام. بنبلش نجهز صحننا. طبعا انا قدمت صدر الدجاج والكريمه والسبانخ مع السلطه، بامكانكم انتم تقدموها مع رز ابيض بالطريقه اللي انتم حابينها براحتكم. الوصفة كتير لذيذة كتير خفيفة، ما أخذت معايا أبدا غير نص ساعة في طبخها. جربوها واحكولي شو رأيكم فيها، وألف صحة وهنا على قلوبكم جميعا يا رب. دير بالكم من الملح يا صبايا، لأنه السبانخ مالح.